مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. شكرا لكل أحد سأل عني، وآسفة مرة ثانية لأنه هم تقولون فيديو تأخر. أنا ما عندي وقت معين أنزل بيه فيديو حسب فراغي. بس فيديو اليوم فيديو مهم وكثير طلبوه من عندي بالانستغرام وهنا وكل مكان من أول ما بديت أنزل فيديوهات، وهو كيف أطرز على قماش عادي إذا مو على قماش أتمين. في أقمشة ممكن رأسا الطارزين عليه، يعني في أقمشة يكون النسيج واضح، هذه ممكن أطرز عليها في حالة واحدة بس، بأنه أجرب أطرز إكسات. إذا طلعت النتيجة مربعات، المربع متساوي إكس، إذا ممكن أطرز عليه كروس ستيتش عادي. أحيانا عندي قطعة ما كملتها أول ما بديت أطرز، طلع الباترون ممطوط بالطول، يعني ستريتش بالطول. هي المفروض يطلع دائرة وبيها كب كيكس وهيك، طلعت ممطوطة، فعفتها على النص تركتها. فتعلمت من خطأي بأنه هو أول شي لازم يكون النسيج متساوي. زين، إذا جينا على قماش مثلا ما بي نسيج، مثل هذا القماش، مثل قماش ستان، قماش جينز مثلا. هاي بنتي رادتني أطرز عليه وعبالي اليوم أجرب، بس اختارت ديزاين جدا كبير فأجلت على يوم ثاني. يجوز همين أسوي لكم إياه فيديو، بس يعني الله كريم. هسه نجي على الطرق المستخدمة تطريز على قماش عادي ما بي أي ثقوب، مثل شرشف، قماش ستان، ملحف طفل، يعني هيك أقمشة. أنا هذه مثلا سويتها بالطريقة الأولى اللي هسه حقولكم عليها. النسيج كان ما قدرت أحسبه، تقريبا 56 كاونت، يعني مستحيل أقدر أحسبه، فسويتها بأول طريقة اللي هسه حقولكم عليها، اللي هي طريقة الويست كانفاس. ويست كانفاس يعني ترجمتها بالعربي، طبعا هي كلها مصطلحات بالإنجليزي وتقولوا لي ليش ما تقوليها بالعربي، بس هي يعني ما لها ترجمة بالعربي. ويست كانفاس يعني القماش اللي بعدين حنرميه أو ضايع هباء. هسه تشوفون شنو أقصد ورا ما نكمل. هذا هو القماش، أيضا يجي بعدة كاونتات، 14 و16 و18، ومثل ما قلنا كاونت 14 يكون الإكس أكبر، يعني كل ما صغر الكاونت يكون الإكس أكبر، بالنتيجة يكون الديزاين أكبر. يعني كاونت 14 يكون هو أكبر شيء، 16 أصغر، وال18 صغير جدا. حنعرف شلون أسويها على مثلا هذا شرشف. أنا ما عندي هسه قطعة معينة أسويها، فراح أسوي على هذا الشرشف. حختار هنا مثلا، هنا حسوي شوية أمدها، ممكن تصير مخدة مع الطفل، ممكن تصير خدادية. هسه أجي أول شيء شلون أثبت هذا القماش على هذا. طبعا الحجم يعني مهم، يعني إذا أريد أسوي ديزاين كبير لازم قطعة هذه تكون كبيرة. أخذ شيء لون غامق مثل هاي. أحب هذه الخيوط لأنه ما يعني حتى إذا أطرز عليها بعدين أقدر أسلتها، مو مشكلة. هسه أجي، هذا لازم يكون عدل القماش وهذا عدل. أخيط داير ما داير. إذا حابين أول شي حتى ما تتحرك أيضا أخليها دنبوس.
يعني شوفوا خياطتي مو مرتبة، بس المهم بأني أشكل هذا بهذا. يعني هسه هاي هنا فلت، أرجع أسوي. وهذه هي النتيجة بهالشكل. هسه أجي أشوف شنو أريد أطرز عليه. حبيت هذه كافيه، ممكن أسويها قطعة للمطبخ. أسوي هنا كافيه وهنا أرسم الكوب. أوكي، أحضر الخيوط. هذه كل الخيوط. هسه أخليه بالقصنع. كملت بهالطريقة، يكون القماش جاهز عندي وأقدر أطرز عليه. راح نبدي هسه نطرز أنا وياكم ونشوف إن شلون سهل ولا صعب. أحاول أخليها بوسط هذا المربع. طبعا ما دا أسيطر لأن دا باو عني الكاميرا. مثل ما قلت حتى ملاحف أطفال كنا نعمل. بهالشكل.
هسه عندنا هنا بعد ما كملت الديزاين. طبعا هذه ردت اسويها بعد، بس قلت يلا خلي اجرب واسويها قبل ما اسلت هذا القماش. هسه اجي طبعا افتحها كلها، افتح الخياط اللي اني سويته. اول شي افتح الخياط، هسه كملت هذا. هسه اجي شلون اسلت القماش. طبعا اخلي بالي اخاف اقص هذا، اقص داير مداير حوالين الديزاين اللي انا عملته. احاول شوي ابعد عن التطريز. اشيل الحواف، اخلي لي مكان حتى امسك الخيط لما اسلت. بهالشكل. هسه نبدي اذا ما تريدين تستعملين اظافرك مثلا، انا هذا السيت اجى وياه ملقط مال اشغال يدويه. ممكن اي ملقط يكون نسميه مو حاد، يعني يكون اعمى.
أجيب أول شي أبدي بإيدي طبعا، وأبدي أسلته بالطول وبالعرض. راح ياخذ شوية وقت، فأيضا راح أسرع الفيديو. وهذه كانت الطريقة الأولى، شوية صعبة بس ما صعبة يعني، تاخذ شوية وقت. إذا سويتي ديزاين كبير تاخذ وقت بالتسليت. مثل ما قلنا حسويها قطعة للمطبخ كديزاين حلوة، حخلي لها حافة هسه تشوفوها بعد شوي. وبعدين حنجي على الطريقة الثانية. بعد ما كملنا هذه نجي على الطريقة الثانية. الطريقة الثانية هو استخدام هذا اللي هو السولبل، اللي هو قابل للذوبان. هذا طبعا سعره شوية غالي، ولذلك يستخدم بالمساحات الصغيرة فقط. مثل ما قلت لكم هذاك يستخدم مساحات كبيرة مثل شراشف ومثل الأشياء اللي ما تنغسل، فنستخدم لها الطريقة هذه. هذه تستخدم للمساحات الصغيرة، مثلا جيب قميص أو حرف يكون بطرف القميص كذا. فنجي هسه على طريقة العمل. طبعا نختار أول شي باترون. أنا هذه النحلة عاجبتني أريد أسويها، راح أسويها زاوية. بهالشكل. راح أخيطها داير ما داير. طبعا أيضا ممكن نقيس، أنا حسويها عن نظر. بعد ما كملنا اجي اخذ الباترون، اشوف وين الوسط. هذه وابدي اشتغل.
طبعا هسه بعد ما كملنا، أعترف بأني قصيت أكبر، بس ها كله حستفاد منه بعدين، ديزاينات أصغر. أبدأ أفتح الخياط أول شي، هسه أقرأ التعليمات أشوف يذوب هذا النوع بدرجة حرارة كم. نشوف باللغة الإنجليزية 5 إلى 10 دقيقة، 40 ديجريز، 40 درجة، ربع ساعة تقريبا. أنقعها بالماء، أخلي الماء وأنقعه 10 دقائق تقريبا. من هسه صار شوية لزج يعني. طبعا هذه بعد 3 دقائق تقريبا المي صار شوي مو صافي وبدأ هذا يذوب. الصور راح، بس لأنه أنا حكوي فلازم أنتظر. أريده يروح تماما، أخاف يطبع بالكوي، لازم أتأكد بأنه اللي داخل الستيتشز ذاب أيضا. انتظر شوية وبعدين نغسلها. بعد ما سوينا الطريقة الأولى والطريقة الثانية، نجي على الطريقة الثالثة اللي هي تستخدم لأصغر موتيف ممكن تسوي. يعني مثلا أنا أستخدمه أغلب شيء كتابة أحرف على القماش. أطلع أحرف طبعا من البنترست، أنا هذه طلعتها وأنا سويت هذا الباترون، كتبت لوف. هذه الشرايط مثلا عندي، تقدرون تسووها على أي ملابس أي شيء. هاي الشرايط اللي لما تشتري بطانية تشتري أي شيء تجي هي هاي مغلفة بها، طبعا ما أرميها. الشيء الرئيسي اللي حتحتاجيه اللي هو هذا القلم. هذا القلم هم كاتبين عليه قابل للمسح من هذا الجانب، معناها هو ينمسح بالحرارة، ما دام هم هيك، لأن هي هذا الجانب بس بالاحتكاك تولد حرارة فينمسح القلم الجاف. أي شيء مكتوب عليه ينمسح، erasable أو ما أعرف شلون تلفظ، يعني قابل للمسح.
نجي أول شي طبعا لازم تجربوه. آخذ قطعة قماش ينمسح هو بالحرارة مثل ما قلت. آخذ قماش أكتب عليه، مع الأسف قلمي شوي خلصان لأن استعملته هواية. هالشكل. وبعدين بالكوي بالحرارة يروح. فأنت بكذا تعرفين هو هذا ممكن تستخدميه. يعني مثلا هذه كل حننقط احنا بالتنقيط، هو راح يشتغل. فكل 4 نقاط هو يعتبر اكس. زين اذا اكسين نضيف بعد نقطتين لان هذه حتكون مشتركة. هسه راح اراويكم بان هذه ممكن ايضا امسحها. مسحت. الشي الثاني اللي ممكن استعمله بالتنقيط، اي شي بالبيت عندكم مثقب ممكن تستعملوه. يعني مثلا انا هذه جربتها مرة، هذا المصفي مال الشاي، هذا ممكن تشتروا اصلا السلك لوحده اللي هو هذا، لازم يكون مربعات. ايضا عندي هذه قطعة نايلون مثقبة، حتى لو عندك قماش اتمين قطعة صغيرة عادي ممكن تستعمليها. اي شي مثقب عندك ممكن تستعملي. انا هسه راح استخدم هذه. اثبته. يعني هو هذا الكتاب الحقيقة به هواية تصير أشياء من بهاي الطريقة اللي يسموها بوردر، يعني حافة. يعني مثلا هذه الحواف كلها تصير. هي طريقة صعبة شوية بس ممكن للي ما عنده مواد. هذه الحواف هذه أنا مثل ما قلت لكم حسويها. هذه لاف طلعتها من بنترست، هذه كلمة لاف. فايش راح اسوي؟ حبدي هنا أنا اكتبها، ما علينا بهاي. هذا
لسه بعد ما كملت طبعا مو ضروري شريط، اي شيء ممكن تكتبون عليه، اي باترون صغير تعملوه بهذه الطريقة. وانا اشوفها طريقة بسيطة وما تحتاج مواد غير هذا. الحقيقة ما جربت لو كان بقلم رصاص يروح بالغسل. اذا حابين جربوا قولوا لي. راح اكويه من هذا الجانب. راح هذه الطريقة أنا ما شايفة أحد سواها قبل، ولذلك أكتبها باسمي. يا رب يكون فيديو اليوم عجبكم. إذا سويتوا أي شيء من هذه الطرق الثلاثة اذكروا قناتي باليوتيوب واذكروا انستغرامي. أكيد اسم القناة لاحظتوا بأنه راح يتغير واحدة مع Sunflower Crafts، وإن شاء الله بداية خير، بداية جديدة. سوينا مثل ما قلنا 3 طرق. الطريقة القديمة اللي كانوا يستخدموها هذه الطريقة، والطريقة الحديثة اللي تعلمتها من الروسيات اللي هي السولابل كانفاس اللي هو اللي يذوب بالماء، والطريقة الثالثة اللي أنا سويتها بنفسي اللي استخدمت بيها القلم اللي ينمسح، وأي شيء مربعات موجود عندك.
وأشوفكم مرة ثانية إن شاء الله. لايك للفيديو وسبسكرايب وشير، وشكرا. باي باي.